اي حد هيعدي على كوبري طلخة المنصورة هيشوف حاجة جميلة قوي. ان الكوبري في الايام دي بيشهد تطوير جميل وهدوء ونظافة واضاءة الانوار، ومفيش اي باعة جايلين. يمكن ده في رقابة شوية عشان عيد الدقهلية القومي اللي هو 8 فبراير، فده دفعني ان انا احكي لكم قصة الكوبري وبعض المعلومات اللي اعتقد ان في ناس كتير هتبقى سعيدة انها تعرف. الكوبري تم انشاؤه سنة 1951 وتم الانتهاء العمل سنة 1953. يعني بدأ قبل ثورة 23 يوليو وانتهى بعد ثورة 23 يوليو. كان في الوقت ده وزير أشغال وموارد مائية اسمه عثمان باشا محرم، وكان هو صاحب الفضل في إنشاء الكوبري ده. ولكن المفاجأة إن بعد ثورة 23 يوليو محكمة الثورة قررت إنها تحاكم عثمان باشا محرم بتهمة إهدار المال العام. قالوا له أنت عملت كوبري مش مفيد واهدرت المال العام. رد الراجل بعباره تاريخيه قال لهم انا مفيش مشكله لو انا اهدرت المال العام، اعتبروا الكوبري مش موجود وانا ادفع التكلفه من جيبي، بس بشرط ان انا احصل قرش ساغ واحد من اي حد يعبر الكوبري. فالجمله والعباره اخرست المحكمه ومفيش حد عاقب بعدها. لكن عايز اضيف النهارده معلومه ان الكوبري لما بدا انشاؤه في 1951 كانت طلخة تتبع لمحافظة الغربية. طيب ايه قصة طلخة وامتى انضمت لمحافظة الدقهلية؟ في قانون اسمه القانون 191 لسنة 1955، المادة 4 بتقول تفصل مراكز طلخة وشربين وبلقاس من مديرية الغربية وتضم إلى مديرية الدقهلية. الكلام ده كان سنة 1955، أول ظهور لطلخة تابعة لمحافظة الدقهلية، بعد ما كانت أحد المراكز البعيدة عن الغربية ومقر محافظة في طنطا، أصبحت مركز قريب من العاصمة المنصورة. القانون 191 ده قانون له ذكريات في حياة الشعب المصري. تعالوا المادة واحد بتقول يطلق اسم مديرية كفر الشيخ على مديرية الفؤادية، يعني كفر الشيخ كان اسمها الفؤادية. المادة اتنين يطلق اسم مديرية سوهاج على مديرية جرجة، يعني سوهاج دي ما كانتش سوهاج، كان اسمها جرجة. المادة تلاتة تحول محافظة دمياط إلى مديرية ويطلق عليها اسم مديرية دمياط، ويتناول اختصاصها بندر دمياط ومركزي فرسكور وكفر سعد اللي كانوا تابعين للدقهلية والغربية. مادة 14 يفصل مركز أبو حماد التابع للشرقية قرية الجنانة والحقيقة وتضم لمحافظة السويس. مادة 15 تفصل محلة إنشاء من مركز فرسكور التابع لدمياط وتضم لشربين دقهلية. كان في مواد كتير قوي في القانون ده، أتمنى إن أنتوا تقروه وتعرفوه. القانون 191 لسنة 1955. اللي أنا عايز أقوله إن الكوبري ده له ذكريات مع كل حد فينا. لازم نبقى عارفين تاريخه وبدايته وقصته. إن هو كان مفروض يتعمل كوبري من من محافظة لمحافظة قبل ما طلخة تتحول من الدقهلية من الغربية إلى الدقهلية. تخيل حياة الناس قبل الكوبري ده كانت عاملة إزاي. يعني أنت لو من طلخة وعايز تروح المنصورة قبل بداية الكوبري ده، كان مفيش قدامك غير إنك تركب المركب. وطبعا المركب في الوقت ده كانت بتعدي من بر لبر، وما زالت موجودة، اللي هي من ناصية شارع صلاح الدين في طلخة وبتروح البر التاني عند شارع المدير في المنصورة. لكن أنا عايزك تتخيل لو أنت حد بينقل سكنه من المنصورة لطلخة ومثلا هينقل عفش ولا حاجة، العربية هتروح منين؟ يعني على الأقل كان في مسافة 40 كيلو كوبري من تقريبا سمنود أو شربين، او تروح دمياط بقى وتلف عشان ترجع المنصورة. لكن الكوبري ده يعني بصراحة سهل حاجات كتير. فعايز اقول ان عثمان باشا محرم توفى سنة 1958، وراجل كان مهندس وكان له دور كبير في انشاء الكوبري ده. بندعي له بالرحمة.